ذهبت سيدة ضخمة طويلة عريضة المنكبين ووجهها يحمل ملامح مخيفة إلى مكتب محاماة. بدأ المحامون الرجال يتسللون واحدا تلو الآخر إلى الخارج، ولم يتبق سوى فتاة لاستقبالها. كانت الفتاة قلقة من مظهر السيدة وتتجنب النظر إليها، حتى بدأت السيدة حديثها وقالت: أنا امرأة كان الرجال ينفرون مني، وبلغت من العمر سنا متقدمة دون زواج. وفي أحد الأيام زارتني جارتي وعرضت علي الزواج من مقاول أرمل لديه عدد من الأطفال، بشرط أن أخدمهم وألا تكون لي أي طلبات كزوجة، فوافقت. تزوجت، ومرت سنوات وأنا أرعى الأولاد كأنهم أبنائي. غمرتهم بحناني حتى أصبحت لهم أما يحبونها ويقدرونها. وحدث أن نجح زوجي وازداد ثراؤه، والغريب أنه أحبني وبدأ يعاملني كزوجة حقيقية. وقد أتيت إليكم لأن زوجي قد توفي، وكتب لي عقارات تقدر بالملايين، ولم يعترض أولاده على ذلك، ولكنني أريد أن أعيد إليهم أملاكهم. ثم أخرجت الأوراق والعقود التي تثبت صحة كلامها، وصمتت السيدة، وتجمد الكلام على شفتي الفتاة التي كانت في البداية تشمئز منها، لكنها رأت الآن امرأة ترفض هذه الملايين بجرة قلم. سألتها الفتاة وقد شعرت بالخجل من نفسها بعدما خالج قلبها حب غريب نحو هذه المرأة: أليس من الأفضل لك أن تحتفظي ببيت تحسب للزمن؟ فقالت السيدة: لا، يكفيني حب الأولاد لي، ووالله الذي رزقني الحب بعد الجفاف سوف يرزقني ويهبني معه كل شيء. ويقال في المثل الإنجليزي: ليست كل امرأة جميلة طيبة، ولكن كل امرأة طيبة جميلة. اختم بالصلاة على النبي أو استغفر، واجعل يديك شاهدة لك يوم القيامة.